حققنا المعادلة الصعبة. دايما بيكون نفسنا في كفتة مشوية على الفحم، بس بننعى هم الدخنة، وكتير مننا ما عندهمش مكان واسع للشوي. النهاردة شوينا على الفحم داخل الفرن. ازاي ده هنعرفه واحنا شغالين مع بعض، وكمان هنعرف شوية حاجات كده تنجح معاكي الكفتة وتطلعها زي الجاهزة واحسن. استحالة تفك منك وتكون جوسي كمان من جوه. طريقتنا النهاردة هتشرفك على سفرة العيد بأمر الله تعالى. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا معايا اللحمه بتاعتي. مبدئيا كده الجزارين دلوقتي عموما كلهم بيبقى عندهم قسمين للحمه المفرومه، لحمه مفرومه حمراء ولحمه مفرومه ملبسه. انا جبت نص احمر ونص ملبس، لان اللحمه لازم تكون فيها نسبه دهون مش اقل من 30% بتاعه الكفته. اللحمه لازم اكون شغاله بيها وهي ساقعه جدا، ما بجيبهاش من عند الجزار واشتغل بيها على طول. المهم انا جبت 3 بصلات متوسطين الحجم مع قرن فلفل احمر، فرمتهم في الكبه، ولازم انزل منهم الميه بتاعتهم وافصل الميه من التفل. دي الميه بتاعت البصل عايزاها، وده التفل مع الفلفل هنزل بيه على اللحمه بتاعتي. وباكد اللحمه لازم تكون ساقعه يا جماعه طول ما انا شغاله. نزلت عليها بربع كوبايه من البقدونس المفروم، معلقتين صغيرين من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. اللحمه كمان لازم تكون مفرومه وشين علشان تتسمغ معايا كويس على السيخ، ودي كمان من اهم عوامل نجاح الكفته بتاعتي. يبقى لازم تكون فيها نسبه دهون، لازم تكون ساقعه جدا معايا في الفريزر او في التلاجة مش اقل من ساعتين. لازم تكون مفرومه وشين علشان تتسمغ معايا كويس على السيخ بتاعي. ما بنحطش توابل، ما بنحطش بهارات كتير، ولا البصل لازم نكون متصفي كويس جدا من الميه، وبناخد التفل بس. باخد قطعه من الكفته وببتدي ان انا اسيخها على سياخ خشبيه، سياخ حديد، اي حاجه عندك تقدري تسيخها عليها الكفته بتاعتك بالشكل ده اهو. عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها بتكون رائع. لكل كيلو لحمه مفروم بياخد معلقتين صغيرين من الملح. تمام كده. هسيخ بقى كل الكفته بتاعتي بالشكل ده. وهعمل ايه؟ هبتدي ان انا اجيب صينيه، اي صينيه عندك غلفيها لي بس بورق فويل، ورقه فويل كده كويس. وهبتدي ان انا اجيب ورقتين صغيرين من الفويل واعمل لهم اعملهم زي اطباق كده صغننه، يعني متطبقه كده، واحطهم كده في النص. ودي بعدد، يعني انا هعمل ده بعدد الفحم اللي انت هتشتغلي بيه. انا النهارده استخدمت قطعتين بس من الفحم، فعملت ورقتين. الفحم ده انا عملت ايه؟ شغلته على النار، يعني ولعته على العين البوتاجاز عادي، وجبته حطيته على الورقتين الصغيرين دول. تمام كده. وهبتدي ان انا ارص عليهم اسياخ الكفته اللي انا عملتها. وفي الوقت ده انا بكون مشغله شوايه الفرن بتاعي، ولو الفرن بتاعك مفيهوش شوايه اشتغلي من تحت عادي. المهم ان انا جبت ميه البصل بتاعتي، حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه بابريكا وشويه زيت، وهقلب الكلام ده كله. وهبتدي ان انا من وقت للتاني اسقسق الكفته بتاعتي او ادهنها بالسائل ده، بيدي لمعه وبيدي لون حلو جدا للكفته. ما تستغنوش طبعا عن الخطوه دي خالص. وفي اثناء بقى ما انا شغاله كده جبت برضو صينيه مغلفاها بورق فويل، وهجيب بتنجانيه كده رومي، ده طبعا اختياري، انا هعمل سلطه بابا غنوج جنبها. وبعمل كده في البتنجانيه فتحات بالشكل ده. وهجيب راس توم، بس يفضل ان راس التوم تقسموها بالنص علشان تاخد معاكم تسويه اسرع، لان هي كده بالطريقه دي غابت معايا. اقسموا راس التوم ولفوها بورق الفويل وحطوها تتشوي مع الكلام ده كله. انا هنا كنت مشغله الشوايه بس بتاعه الفرن، وزي ما انتم شايفين ريحه الفحم طالعه على الكفته بالشكل ده. فانا عدلت المعادله او حققت المعادله، ما خليتش فيه دخنه خالص معايا في البيت، وفي نفس الوقت الكفته اكنها بتتشوي على الفحم. ومن وقت للتاني بقلب السيخ بتاعي للناحيه التانية بالظبط، من دقيقتين، كل دقيقتين احس ان الكفته اتشمعت اقوم قلبها بالشكل ده. ولو انت شغاله تحت هيبقى نفس النظام برضو، هتقلبيها تاخد بقى، هتاخد لون من تحت وانت تقلبي من تحت لفوق. تمام. هي ما بتاخدش حوالي ربع ساعه تلت ساعه بتكون الكفته بتاعتك استوت معاكي وجاست. جبت بقى البتنجان بتاعي بعد جوه كمان ما اتشوى سريعا كده. هقشر طبعا البتنجان، وهبتدي ان انا بالسكينه كده اكسر فيه. ما بحبش اعمله في الكبه او اعمله في مفرمه، يعني علشان انا بحبه كده خشن. وبعدين اول ما بقطع البتنجان بحط عليه عصره ليمون وشويه خل كده صغيرين علشان طبعا ما يسودش، ده ضروري في الاول خالص. وبعد كده هبتدي ان انا احط الثوم اللي اتشوى معايا
في صوص الثوم المشويه، بتبقى طعمها رائع. حط عليها شويه كزبره ناشفه، شويه كمون، وشويه ملح. اي توابل او اي بهارات بقى حابه تحطيها مفيش مشكله. طبعا شويه الطحينه الحلوين دول، وهبتدي ان انا اهرس الكلام ده كله. وعايزه اقول لكم بتكون طعمها رائع. عموما الكفته في المشويات او في اي محل مشاوي بتقدم معاها سلطه طحينه، سلطه بابا غنوج، السلطه البلدي بتاعتنا. ده شكل الكفته بعد ما خرجت. برش عليها رشه البقدونس، وبجيب بقى صوابع الكفته بتاعتي على السندوتش بتاعي، حاجه كده في منتهى الجمال. حط عليهم بقى شويه الطحينه. عايز اقول لكم الوصفه طعمها وريحتها فوق الوصف. ممكن كمان تشغلي فحمايه تانية، وبعد ما تستوي تقومي محطاها برضو وكاتمه عليها، بتديكي برضو طعم وريحه اكتر. نجاح الكفته المشويه الصح ان انت تقطعي الصباع كده وتتكي عليه تلاقي فيه جوز طلع. هو دي الكفته الصح المشويه الصح. بس كده، وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. مع الف سلامه.